السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض خلطة هتجمع البطاطس حلقات وبصل حلقات، البتنجان شرايح، وشوية رز. طبق رز اهو عشان انا لوحدي. وطماطم. طماطم برضو هقطعها حلقات، انا غسلتها بس لسه ما قطعتهاش. ومتجمعة من بانيه. البانيه اهو. حطينا كده الزيت اهو سخن. هنحط بقى البانيه، هناخده كده وش. اهو يا حبايبي، بصوا حبايبي، البانيه اهو اتحمر اهو. هنشيله بقى كده، هنكمل سوا بقى في الحله مع الخلطه. في نفس الطاسه حبايبي انا رشيت ملح في الارضيه بتاعه الطبق، ملح وفلفل وكمون اهو. اهو هحمر بقى البتنجان اهو. اهو ان شاء الله برضه هيتحمروا وارجع لكم عشان انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم. حبايبي انا قليت البتنجان اهو كله خلاص اهو، وقليت قرنين فلفل خضر. خلاص دي اخر طاسه بتنجان. بعد كده هحمر بقى البصل، مش هحمره يعني هيدبل بس كده في الزيت. ماشي حبايبي، طلعهم اهو معاكم اهو. هحط بقى البصل يا حبايبي يدبل بس كده واوريه لكم. بصوا حبايبي البصل اهو خلاص دبل، ده دبل وكمان داخل على تحمير اهو. خلاص كده هفضيه في الطبق، هفضيه في الطبق وارجع لكم. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو. حطيت البطاطس يا حبايبي اهي. الفلفل شكله حامي. حطيت البطاطس اهي تتحمر ان شاء الله. احمرها واطلعها وارجع لكم. بصوا حبايبي رجعت لكم اهو، كله كده اتقلى. قليت البتنجان، بطاطس، قليت البانيه، قليت البصلايه، قليت قرن الفلفل، كله اتقلى. هغسل بقى الرز واجي الرز كله ده مع بعضينا. بصوا حبايبي هو عشان فيها رز هنحمر له شويه شعريه. ماشي حبايبي، عشان تبقى يبقى الرز بشعريه. هي الخلطه ما فيهاش شعريه بس انا هحط لها شعريه اهي. الشعريه تتحمر هرجع لكم. رجعت لكم حبايبي اهو. كده انا رصيت اهو الطماطم في قعر الحله، ودول شويه الشعريه حمرتهم اهو. وده الرز اهو غسلته. فايت شويه توابل هحط منهم شويه على الرز، كفايه عشان كله مملح. اهو هقلبهم يا حبايبي وارجع لكم. بص حبايبي انا رصيت البتنجان كده اهو عشان هقلبهم كده على الرز، هغطي بيهم الرز. هرص بقى بقيه الحاجه وارجع لكم. اهو يا حبايبي الفلفل والبصل، حطيت البانيه، رصيت البانيه على الطماطم
وحطيت البصل اهو والفلفل. هرص بقى البطاطس. اهو هرص البطاطس وارجع. البطاطس اهي يا حبايبي خلاص رصيتها. حط بقى الرز. اهو احط بقى الشعريه. هنزل بقيه الشعريه دي وارجع لكم. حطيت خلاص يا حبايبي الشعريه اهي. نعمل بقى كده. اهو كده حبايبي اهو. اهو كده خلاص. هسقي بقى ميته. هسقوله انا عندي شوربه. هسقيه الشوربه بقى واغطيه واسيب الرز يستوي. لما الرز يستوي حبايبي هرجع لكم. الشوربه اهي يا حبايبي. انا حطاها من بدري على البوتاجاز. هي فيها بصل بشيله. اهو يا حبايبي. اهو نسقي بقى عشان الرز يتشرب. اهو هنعلي بقى البوتاجاز. خلاص كده اهو. هنبقى نشوف بقى الرز لو عايز هنبقى نحط له شويه ميه. هنغطي بقى يا حبايبي ونسيب بقى الرز يستوي يغلي بس كده يبقبق. اقوم موطيه البوتاجاز عليه واسيبه يستوي. اهي الاكله يا حبايبي. انا قلبتها. الطماطم بس هي اللي ما طلعتش اهي. هندوقها بقى كده مع بعض اهي. الله الله. والله العظيم والله العظيم ما كده. والله العظيم ما كده. طعمها فوق الخيال. بصوا البانيه. بصوا الرز جميل قد ايه. يا لهوي على الطعم بقى. يا لهوي على الطعم. يا حبايبي خلاص. انا عايزه انهي معاكم بس انا مش قادره اقاوم الطعم. الطعم مش قادره اقاومه. يا لهوي على جماله. والله العظيم والله العظيم ما بكدب عليكم. الطعم خرافه خرافه. اعملوها وجربوها. والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا. دي تكفي 4 تنفور بربع كيلو بانيه. لو عجبكم حبايبي الاكل ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. القوطه اهي. جميله جميله جميله.
بألف هنا وشفا للي ياكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.